اهلا بيكم في ذات نوايا. احيان كتير وانا قاعده كده وبفكر بلاقي نفسي بكلم نفسي كتير قوي. هل انتوا بتكلموا نفسكم؟ معظمنا بيكلم نفسه. طبعا ما بنقولش عشان ما نبقاش مجانين يعني عشان بنقول على اللي بيكلموا نفسهم مجانين. بس عادي، هو مش جنان. احيانا فكره انك تكلم نفسك ده بيساعدك جدا. بس ايه اللي بتقوله لنفسك؟ لازم تفكر كويس قوي ايه اللي بتقوله لنفسك في كل مره. راقب الكلام اللي بتقوله لنفسك. لازم كلامك لنفسك يبقى حقيقي. يعني ما ينفعش ابقى انا مثلا بشرتي امحي مثلا امحاوي وانا اقول لا ده انا بيضه خالص، ده انا ساعه البياض مثلا. يعني ايا كان في حاجات اساسيه حقيقيه، يعني واضح انها حقيقيه. اقدر اشوفها واقدر اقيم انها فعلا حقيقه. مش مثلا حد قال لي على حاجه فيا وهي مش حقيقيه مثلا وانا صدقتها. لا، في حاجات اساسيه زي الشخصيات بتاعتنا، الصفات، الحاجات الاساسيه، يعني شغلي، بعمل ايه، درست ايه. فخليك حقيقي مع نفسك في كلامك مع نفسك. تاني حاجه، خليك ايجابي. يعني لو في حاجه انت هتقدر تعملها بنسبة 50%، فأقول لا هقدر أعملها. أنا أقدر أعملها بنسبة 100%، هعملها. ما تحطش احتمالية إن 50%، أو تنزل الاحتمالية تبقى سلبي فلا ده أنا مش هعرف. فخلي كلامك لنفسك أول حاجة حقيقي، تاني حاجة إيجابي، تالت حاجة خليك رحيم في كلامك مع نفسك. ليه؟ لأنه كلنا بنمر بحاجات صعبة كتير، ولو فضلنا نجلد في نفسنا وفي ذاتنا مش هنتقدم لقدام ومش هنعرف نعمل اي حاجه. فخليك رحيم. يعني sometimes كده اكنك بتكلم طفل. فحبيبي انت غلطت المره دي، ما ينفعش كده، هنحاول ان احنا ما نعملش كده تاني. انت تقدر ما تعملش كده تاني، انت شطور، انت امور. كنت انا بكلم نفسي كده. فيلا وخليك عندك حماس وهنقوم يلا. الموضوع ده لو انت عملته يعني بنسبة حلوة، ممكن انك المرة الجاية متغلطش الغلطة او تحاول او كده. بس لو جلدت نفسك بقى، انت هتثبت على نفسك. لا انا ازاي اعمل كده، انا كدابة، انا ازاي كدبت عليهم، انا ازاي شتمتهم، انا ازاي اتكلمت على صحابي، انا ازاي بغير من صاحبتي، انا مش عارفة، انا وحشة قوي. لا ممكن الغيرة دي شيء سيء جدا. بس طبيعي، كلنا بنغلط وكلنا بيبقى عندنا مشاعر سيئة. بس انا ممكن احاول احبها، ولو حبيتها مش هغير منها. هحاول ان انا ابعد الفكر ده عني وافكر في الحاجات الحلوة اللي عندي، وكل واحد عنده حاجات حلوة، فبالتالي اقدر اكلم نفسي باسلوب اهدى عشان نتخلص من الحاجات السيئة اللي بنعملها وكده. بس شكرا ليكم وسلام.